أنا كل يوم باصحى أصلي الفجر من غير منبه، باصحى على صوت الأذان. هتقولوا لي إزاي؟ هاقول لكم دلوقتي وهاحكي لكم الحكاية. بس قبل ما أحكي لك خلّيني أسألك سؤال الأول، عمرك سألت نفسك إزاي أصلًا في ناس ممكن تصحى تصلي الفجر من غير أي منبهات خالص؟ تفتكر الموضوع صدفة؟ لأ، الموضوع فعلًا مش صدفة، الموضوع فيه سر عميق جدًا بين الإنسان ده وبين ربنا سبحانه وتعالى. علميًا في حاجة اسمها الساعة البيولوجية في جسمنا، وهي دي اللي بتنظم نومنا وبتنظم الميعاد اللي هنصحى فيه بالظبط. ولما انت تثبت الميعاد اللي هتنام فيه والميعاد اللي هتصحى فيه ونيتك تكون صادقة فعلا، جسمك ومخك بيتعودوا ان هما يصحوا لوحدهم من غير اي منبهات. بس ده طبعا مع التكرار مش من اول مرة، يعني لازم تستمر على الموضوع ده كتير جدا عشان تبدأ تدرب مخك ان هو فعلا يصحى في الميعاد ده. بس برضو الموضوع اكبر من ان هو مجرد علم وبس. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. يعني الناس اللي بتحاول تصحى وبتكون فعلا نيتها صادقة ان هي تصحى الفجر، قلوبهم مش بتستحمل تفضل نايمة على السرير. في نداء كده سماوي من عند ربنا سبحانه وتعالى بيخليهم يصحوا وعندهم نشاط، وان هم فعلا مبسوطين في الوقت ده ان هم صاحيين وبيصلوا. والنبي عليه افضل الصلاة والسلام وضح لنا في حديث حلو جدا: يعقد الشيطان على قافية رأس احدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة مكانها، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ببساطة النوم بيشدك لتحت وبيخليك كسلان جدا، لكن كل مرة هتقوم وتذكر ربنا فيها كل عقدة عندك تنفك واحدة ورا التانية لحد ما تصلي الفجر وتبدأ يومك نشيط ومرتاح نفسيا. ولو استسلمت للكسل هتصحى تعبان وكسلان حتى لو نمت ساعات طويلة كتير. السر والله مش في المنبه خالص، السر في نيتك الصافية الصادقة مع ربنا سبحانه وتعالى، وقلبك دايما يكون متصل بربنا. اللي دايما بيكون نيته خير ونيته فيها صدق هيلاقي التنبيه من عند ربنا سبحانه وتعالى. جرب الليلة كده تقول قبل ما تنام: يا رب أعني على قيام الفجر، وشوف بنفسك ازاي حياتك هتتغير. ولو مش هتعرف تعود نفسك في الأول خالص إنك تصحى من غير منبه، ساعتها لازم تظبط المنبه، ولازم كمان تثبت مواعيد نومك، إنك تنام بدري عشان تقدر تصحى على ميعاد صلاة الفجر بالظبط. وبس كده.